من ياخذ الكثير. تدري هذه شريعة الفرات اللي هي الجهة الشرقية من كربلاء اللي هي الآن حيث مرقد العباس، هذا كل الفرات كان عليها 4000 مقاتل شرس، كتيبة أموية شرسة. صور أبو فاضل السوى بالجماعة بحيث أولا فرقهم وسمح لنصف جيشه الأخذه أن يذهب إلى الفرات. بالله استوعب، تخيل الآن شنو صاير. ذهب نصف جيشه دخله يملي. بعد لازم أبو فاضل يبقى يقاتل، مو بس يقاتل، يشاغل. شايفين واحد يشاغل 4000 شلون؟ ليش يشاغل؟ لأن هاي مولانا انت مو ببالك ماخذ له ما شاء الله ماخذ له جود، هذا باللتر اللي يبيعونه بالأسواق. لا، السقايا والجود كان بحجم جلد ثور أو جلد ناقة على مود يكفي خومه أبو فاضل ياخذونهم بالسيسيات يحط بحلوق الجهال الأطفال. لا، لازم يرتوون، فهمني؟ فشلون يشاغل 4000 أبو فاضل بحيث ما يفكرون يضربون سهم على الجود ويثقب الجود ويذهب الماء. سوى لحد يومها صلواته. يقول فقاتل يومئذ قتالا شديدا لم يسمع بمثله. سوى أبو فاضل ثقل بالله عز وجل، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يضرب بالرؤوس ويحطم. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. هذا أبو فاضل. فيقولون يوم الثامن معارك الماء طلع علي بن الحسين والعباس. منو؟ ما ندري، هل هو الإمام السجاد أم الإمام أم سيدنا علي الأكبر الشيء. ضيع تماما. حتى من تجي اليوم عاشوراء عزيزي، أين علي بن الحسين عليه السلام؟ الآن هم مختلفين، ما دام انجر الكلام هم الآن مختلفين بمرض مولانا سيدي مولاي السجاد على رأيين اثنين. رأي متداول كثير إنه كان مبطونا وأنا لا أتبناه أبد. نظرية إن الإمام كان مبطون أو مصاب بالذرب، بمعنى أنه عنده فرد مشكلة بالجهاز الهضمي، وهاي المشكلة تسبب له مضاعفات من فمه وتسبب له مضاعفات أخرى مما يؤدي إلى إيجاد منفر. أنا قرأت بعض النصوص يقول لك الطشوت كان يأخذوها من بين يديه شمالا كي يقضي حاجة. ما لها قيمة هذه النصوص. أنا أقول نعم إذا فسر الذرب بمعنى توسع الجرح أقبل، لأن الرأي الثاني وهو المهم ما ذكره الفضيل بن الزبير الرسان صاحب الإمام الصادق. لا تنسى المصدر لأن راح يسألونك عنه. كتاب تسمية من قتل مع الحسين يوم عاشوراء اللي طبعته مجلة تراثنا مشكورة في المجلد الثاني. يقول وشارك يومئذ علي بن الحسين في القتال. أنا اليوم أتكلم النص عن إمام يقاتل الله يعلم يا كتيبة عنده. إذا علي الأكبر عند الكتيبة الخضراء، وإذا أبو الفضل العباس عند الكتائب الخاصة لأبي الفضل، كتائب خاصة به قائد اللواء. شنو من كتيبة عند هذا الرجل؟ قاتل يومئذ. تدرون ما ينزلون وحدهم، كتائب كل واحد عنده كتيبته. وتدرون أهل البيت أنا دائما ما أشير إلى القضية، صح أكررها بس هي هذا الثمرة. آل محمد شوف دول العظماء المقاتلين القيادات ما يقتلون جنود بسطاء أبد، مو شغلهم. إمام علي شو يقول صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا ركبت فصيد الأبطال. أنا ما أصيد جنود، أنا شغلي أمراء ألوية قيادات كتائب. وهذا بالفعل شوف كل حروب الإمام علي وين ماكو قائد قوي يروح يقتله، ما يقتل الصغار. حتى من يجي يقول له الله محمد علي روح باصطلاحنا اليوم. فمن نزل علي بن الحسين يا كتيبة استهدف علي الأكبر قائد الكتيبة الخضراء، استهدف الكتائب الشامية. يقول حتى ضج أهل الشام من كثرة من قتل منهم. ضجوا لابن سعد قالوا له تعال سوي لنا حل علي الأكبر. فيا قوم قاتلهم علي بن الحسين. يقول واشترك يومئذ علي بن الحسين في القتال وكان مرتثا. المرتث في اللغة العربية الجريح الذي يحمل من المعركة حيا. جريح هذا السبب علته، السبب مرض الإمام جريح
حسب ما يقول هذا صاحب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، وهو أوفق. أنا أوفق. هسه قلت لك أكو رأي يقول إنه مصاب بعلة، بس لا تقولوا لي مبطون، لا تقولوا لي ذرة، قول علة انحلت جسمه، ماكو مشكلة، أتقبل، أيضا أتقبل إذا لم يكن جريحا يكون بعلته. أما تقول لي مبطون لا. فيما بعد أيضا من تجي دور الإمام السجاد عليه السلام ما تلقى لا بعض. أنا شو أقول كلمة، بعض أحبتنا إحنا بحاجة. شوف مولانا، اللي يتصدى المشروع سيد الشهداء كأي مشروع لازم عنده أدواته.